بقول لك ايه يا بندقه، عايزين نخرج كده. ايوه يعني نخرج نروح فين؟ ممكن نروح نتغدى بره ولا حاجه. نتغدى بره؟ طيب هشوف ماما واقول لك باي بقى عشان اقول لها. ماشي ماشي، روحي سلام. ماما امم ماما بصراحه انا عايزه اخرج. وماله، بس قولي لي امتى وفين ومع مين وبكام. حاضر يا ماما، ايه كل ده؟ ممكن الاسبوع الجاي مع برقوقه، واحتمال نتغدى بره، ويعني لو شخللتي جيبك شويه 150 200 جنيه كده. طيب ماشي، هشوف مع بابا وبقول. طب حاولي تقنعي انتي بقى يا ماما. طبعا من عيوني. اليوم اللي بعده. ماما مش هتديني فلوس الخروجه ولا ايه؟ خروجة ايه يا بت؟ ايه يا ماما، الخروجه اللي قلتلك عليها امبارح في المطبخ. طبعا يا حبيبتي، روحي بس اغسلي المواعين وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. وسعي بقى يلا من قدامي كده، خلينا نتفرج على الحاج عبد الغفور. لا انا كده مش هخلص، انا احسن حاجه اروح اقنع بابا بنفسه. بابا بقولك ايه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه اخرج مع صاحبتي، وكنت عايزه منك بصراحه فلوس. مع مين؟ مع صاحبتي برقوقه. عايزة كام يا اختي؟ اي حاجه منك حلوه يا حجوج. هي 100 جنيه مفيش غيرها. ما تزود شويه يا حاج. هاتي يا بت الفلوس وامشي اطلعي بره، يلا يا بت. طيب خلاص ما تزقش. طب انا عايزه 100 جنيه كمان ولا حاجه. طيب هروح لماما تاني وامري لله. يا امي يا ام الام. يا نعم، الدخلة دي اكيد وراها حاجة، انا متأكدة. ماما اديني 100 جنيه وهعمل لك اللي انت عايزاه. بشرط وانت عارفاه كويس. قولي كده بقى من الاول. ماشي موافقه. يا ظهري. خلاص بقى يا بندقه، ما كانوش 5 سجادات عشان 50 جنيه. يلا كله يهون لك للخروجه. بس كده لسه 50 جنيه كمان. خلاص بقى انا هنام وبكره هحلها 1000 حلال. اليوم اللي بعده. لوز. يا نعم، وايه الاحترام ده؟ اول مره ما تقوليش يا زفتي يعني. لا زفت ايه ده، انت حبيبي. عايزه ايه؟ لخصي. هات 50 جنيه وهعمل لك اللي انت عايزه برضه. لا. يا لوز عشان خاطري. ماشي بس بشرط. انت كمان. تقصدي ايه؟ لا ما تاخدش في بالك، اتنيل قول. اتنيل؟ طب مش موافق ولا قايل. خلاص بقى انا كنتش اقصد، قول. هتجيبي لي ميه لما اقولك، وتديني سماعتك يومين، وتنزلي تجيبي لي حاجه حلوه بالليل لو طلبت يعني. كل ده ماشي، هات الفلوس بقى. امسكي، معيش غير 30 جنيه، عاجبك مش عاجبك هاتيهم. لا هاتهم، مش مهم بقى، ابقى اروح ماشي وخلاص. بت يا برقوقه، جاهزه للخروجه بتاعتنا؟ طبعا مستنياها على احر من الجمر. انتي معاكي كام؟ معايا 180، وانتي؟ انا معايا 200. حلو قوي، نجيب 2 بيتزا وحاجه ساقعه وايس كريم. قشطه. طب يلا باي بقى، هروح البس. باي. وانا كمان. وحشتيني يا برقوقه. انتي كمان وحشتيني قوي. عايزين نجيب 2 مختلفين، ماشي؟ طيب ماشي، انتي هتجيبي طعم ايه؟ انا هاخد بيتزا بسطرمه. لا انا كنت هاخدها، ماليش دعوه. لا يا برقوقه، هاتيلك واحده غيرها. لو سمحتوا يا انسات، وطوا صوتكم خلاص، كل واحده تاخد لها واحده بسطرمه وخلاص. لا ما احنا عايزين 2 مختلفين عشان هناكل مع بعض. طب كملوا خناق. يا بنتي خدي انتي فراخ وانا هاخد بسطرمه. لا انا هاخد بيتزا بسطرمه، يعني هاخد بيتزا بسطرمه. ماشي يا بندقه، هاخد انا فراخ واحسبك معايا بعدين. ماشي. كمان مش همك؟ طيب انا هاخد البيتزا بتاعتي وهمشي. وانا كمان. يعني خلاص اسجل الاوردر، واحده بيتزا فراخ وواحده بسطرمه. لا انا هاخد بسطرمه زي ما انا عايزه، وماليش دعوه بيها بقى. لو سمحت هاتلي البسطرمه بتاعتي وحسابها اهو. في ايه يا بندقة، راجعة بالبيتزا ليه؟ انا وبرقوقه اتخانقنا، وكل واحده خدت البيتزا بتاعتها ومشيت، وكمان في عربيه كانت هتخبطني وانا جايه، بجد يوم يقرف. طيب معلش يا حبيبتي، ده اكيد شيطان ودخل ما بينكم. بقولك يا بندقة، عايزة اقولك على حاجة كده. قولي يا ماما. انا بصراحة ما عملتش اكل، واخواتك جعانين، فكلي البيتزاية دي معاهم كأنها غدا يعني. نعم حاضر. يا ريتنا ما فكرنا نخرج. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات عيلة المكرمشات.